صباح النور. النهارده هنشوف الأسهم اللي طلعت كلها وهنقول لكم رأينا فيها. يلا بينا. أول سهم فوق الجيزة العامة للمقاولات. لو جينا بصينا هنا هو متقيم بأعلى من سعره بحاجة بسيطة، فاهمني؟ و... والأعلى سنويا 62، هو دلوقتي 59 قرش، فبلاش السهم ده ينزل. اللي بعده لو جينا هنا بصينا يا صاحبي متقيم بأقل من سعره، والأدنى سنويا 25 جنيه، والأعلى سنويا 37 جنيه. فحضرتك عندك فرصة يطلع لحد 37، بس ده بطيء بقى، بيتحرك ببطء، لكن هيوصل للرقم ده، ممكن يكسره كمان، لأنه الاتجاه العام للبورصة كويس. يعني الأسهم كلها ما شاء الله عاملة أداء كويس السنة دي. جي بي جروب لو جينا بصينا هنا يا أخويا متقيم بأقل من سعره، كسر قمة جديدة. لو جينا بصينا هنا 27 جنيه، وهو أساسا الأعلى بتاعه سنويا 26 جنيه، والأدنى 13 جنيه. يعني ده وقت بيع مش وقت شراء، بس السوق ممكن يقول كلمته، يعني الضخ السيولة ممكن يرفع السهم تاني. قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، لو جينا بصينا هنا يا أخويا هنشوف هنا متقيم بأعلى من سعره، والأعلى سنويا 240 جنيه. حضرتك هو كسر قمة جديدة، وصل ل 280 جنيه. تمام، فاحتمالية النزول الفترة الجاية أكبر بكتير من الطلوع. بسم الله. كنا بقى احنا نوصل هنا بقى للسهم اللي أنا وصيت بيه. السهم ده يا جدعان يعني بالحب كده هقول لكم، السهم ده أنا موصي فيه في القناة التوصيات بتاعتي. تمام، السهم ده طلع النهاردة بس 75%، 7.5%، على مؤاخذة أنا هيست. المهم طلع 7.5%. تمام، ده موصي بيه يوم الخميس. طبعا انا مغبش على غيره عشان ما ينفعش حد يشوف التوصيات اللي احنا منزلينها، بس بشرى صار للناس اللي هتخش. اغلبيه الاسهم طالعه 2.5% وما فوق. عليكم السلام. المهم الناس اللي عايزه تشترك تقدر حضرتك تبعت لي على الرقم اللي انا هقوله لك دلوقتي: 010 60 41 388 1. ليك 3 شهور. لو حضرتك هتخش في عرض اللي هو خصم 90%، تمام، لفترة محدودة، الأول 500 شخص فقط. تمام، بتدفع 100 جنيه كل 3 شهور بس. تمام. لو حضرتك عايز تخش الأسبوع المجاني، تقدر تعمل اشتراك على اليوتيوب، وتعمل 5 كومنتات على 5 لايكات لآخر 5 فيديوهات، وتبعت لي على الرقم ده، وهدخلك أسبوع مجاني. وطبعا أقل سهم احنا وصينا بيه طلع 2.5%، والباقي طلع 7 وزيادة والكلام ده. المهم تعالى نشوف بقى الأسهم. المهم احنا شفنا الأسهم كلها زي ما قلنا. تمام، وكلها ما شاء الله كويسة. تعالى بقى طلعت مصطفى اللي احنا وصينا بيه ال- الأسبوع اللي فات في اليوتيوب والتيك توك، احنا وصينا بيهم، يعني قلنا للجدعان اشتري بسعر كذا وإن شاء الله يطلع لي سعر كذا، وفعلا طلع. مم. السهم ده اخواتي كان ب69 جنيه، والحمد لله النهارده طلع لحد 72 جنيه. تمام. ويوم الخميس طبعا طلع لحد 51 وكسور، ولسه ان شاء الله هيكمل صعود. تمام، مع انه هنا لو جينا بصينا هو الحد الاقصى بتاعه اساسا 72 25 قرش، اللي هو كسره جديد، فاهمني؟ بس هيكمل ليه؟ لانه هو متقيم دلوقتي بسعره، فاهمني؟ فاحتمال كبير يطلع لحد مثلا 75 وحضرتك تبيع. تمام، لكن الناس اللي بتخاف من المخاطرة تقدر تطلع دلوقتي. هنقول لكم هنقول لكم شوية أسهم احنا وصينا بيها وكلها طلعت الحمد لله. هنا السويدي إلكتريك زي ما انتم شايفين كنا موصين بيه تسعة، كان بسعره 79 جنيه و40 قرش، هنشوفه دلوقتي.
حضرتك السهم النهارده سعره 82 جنيه و80 قرش، واحنا كنا قايلين للناس تشتري، وهو 79 و40 قرش. يعني حضرتك عملت حوالي 3 ولا 4%، ولسه يا اسطى على فكرة هو هيوصل ان شاء الله لحد 100 جنيه. تمام. فانت استنى عليه وان شاء الله يطلع وهتعمل منه ارباح كويسة. الناس اللي كانت بتقول لي تحليلك غلط، والله الناس دي انتوا بتحبوا الناس اللي تضحك عليكم ويقعد يحلل لك بطريقة مجعلصة كده. تمام. وفي الاخر يقول لك السهم ده كويس عشان ما تعرفش بس الطريقة اللي بيحلل بيها والريتش عنده يقع. انا ما يهمنيش الريتش، انا كده كده عندي قناة توصيات الحمد لله، في ناس كتير مشتركة فيها، ويعتبر يعني مساعدة بسيطة منهم وانا راضي بيها والحمد لله. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية الحمد لله انا بشتغل، يعني مش معتمد على القناة اساسا ولا معتمد على اليوتيوب، بس انا نفسي يعني ابقى مشهور بقى على اليوتيوب والتيك توك والكلام ده، زي اي شاب وخلاص. لان الفترة الجاية بفكر ان اسافر ان شاء الله واعمل لكم فيديوهات عن السفر والكلام ده. بس ممكن اعمل لكم فرصة برضو اعمل لكم فيديو الفترة الجاية عن فرص العمل في كذا دولة بره. تمام. نسافر الدولة فيها ونجرب بقى، نبدأ تجربة جديدة مع بعضينا. لو لقيت تعليقات كتيرة عن الموضوع دوت هنعمله قريب، لو ما لقيتش طبعا مش هعمل حاجة، لأنه حضراتكم اللي بتطلبوه أنا بنفذه، مش هعمل حاجة بمزاجي طبعا، لأن القناة دي الأول والآخر توصيات. وإيه رأيكم برضو ندخل البورصة الأمريكية في السوق معانا ونشرح عنها، ولا البورصة السعودية، ولا البورصة الإماراتية؟ في كذا نوع من البورصة بتحقق أرباح كويسة الفترة الجاية وأسهمها قوية يعني أسهم زي مثلا الأسهم البترولية كلها في الخليج، ليها أوقات في السنة بتنزل فيها وليها أوقات في السنة بتطلع فيها. فاهمني؟ وأنا عارفها ليه، لأن هي بتعتمد على أزمات. يعني كل 3 شهور تلاقي اتهبدت في الأرض، وكل 3 شهور تلاقيها طلعت للسماء. فدي فرصة كويسة جدا ودورة آه، بسيطة، يعني باخد له 3 شهور، يعني كل 3 شهور جني أرباح جني أرباح. في شركات كتيرة في السوق المصري كده ممكن نعملها لكم برضه، بس يعني عايز تعليقات، عايز لايكات، عايز اليوتيوب برضه يوصل ل1000 مشترك عشان نعرف ننزل حاجة ونشوف عليها تفاعل، عشان نفسيتي أنا تتقبل إني أدور لكم على حاجات تانية. تمام. وطبعا بتشكر الثلاثة اللي عملوا انتساب للقناة أو اللي اشتركوا في قناة التوصيات. تمام. وإن شاء الله نحاول نقدم لكم أحسن حاجة عندنا وإن شاء الله هكون معاكم في أي وقت. أي مشكلة تقع فيها إن شاء الله هنحاول نحلها لكم، وإن شاء الله لو طلبت أجيلكم لغاية عندكم، لو وقعت معاكم أي مشكلة نحلها لكم في موضوع التداول طبعا. متشكر جدا. أنا مش مصدق إنه الناس ما شاء الله كتير وثقت فيا ووثقت في التحليلات بتاعتي، وناس تانية بتقول لي إيه هنخلص الأسبوع دوت وهنشترك في القناة وهنعمل الاشتراك المدفوع والكلام ده. والله انتوا كده بتشجعوني إني أكمل وبتفرحوني، لأن حاجة حلوة يعني إن ناس كتير تبقى واثقة فيك، وإن يخش لك برضه دخل من حاجة أنت بتحبها وهواية. مع إن الناس كانت بتقول لي إيه في الأول، يعني أهلي في البيت هنا يقولوا لي أنت أيوه بتكسب، كانوا بيشوفوني بكسب، أيوه بتكسب بس مش هتعرف تسحب فلوسك. رحت بايع وسحبت فلوسي، كلهم انصدموا. ده طبعا بعد رمضان اللي فات. المهم ما تنسوش لايك كومنت اشتراك ودعوة جميلة، واللي عايز يشترك معانا في قناة التوصيات المدفوعة لو عايز أسبوع مجاني، زي ما قلنا قبل كده، حضرتك تكون مشترك في القناة بتاعة اليوتيوب، تعليقات على آخر 5 فيديوهات ولايكات. تمام. لو عايز تدفع الاشتراك المدفوع كل 3 شهور 100 جنيه لكل 3 شهور، الأول 500 شخص فقط. تمام. وبعد كده يرجع لسعره الأصلي. يلا سلام.